السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل لحمه بطريقه جديده وسهله مع شويه رز مصري. وهقول لكم المقادير بقى، عشان الناس المره اللي فاتت قالت لي ما قلتش المقادير في الفيديو ليه. المفروض كنت قلت المقادير. قلت لهم ماشي، الفيديو الجاي هقول المقادير، مش هنساها ان شاء الله. بس قولوا لي بقى ايه رايكم في الجمال ده؟ شكلها عسل صح؟ تحفه. وكان طعمها تحفه برضو. انا هنا كنت بدوق فاطمه عشان اعرف يعجبها ولا لا. يا فاطمه اصلا ما بتاكلش لحمه او بتاكل رز وعليه الخضار ده بس. هنا طاسه على النار، انا حطيت فينا حته دهنه، لو عندك حته تلاقي يبقى احلى كتير. وعليها شويه زيت خفيف برضو. نشوحهم كده وننزل عليهم ببصل. قد نص كيلو بصل مقطعه جوليان، مقطعه كبير يعني، اي تقطيعه كبيره. واول ما ياخد لون ذهبي، يبقى ذهبي كده، لون وسط لا غامق ولا فاتح، هننزل عليه باللحمه اللي انا كنت سلقاها. دي اللحمه مسلوقه بقى، احنا كلنا بنعرف نسلق اللحمه يعني. بس ما كملتش سواها في السليق عشان تكمل هنا مع الخضار. طبعا ما فيش حاجه اسمها كميه اللحمه ايه، لان كميه اللحمه كل واحد وعلى حسب الاسره بتاعته. كيلو لحمه، نص كيلو لحمه، 2 كيلو لحمه، براحتك بقى في اللحمه. صلي على محمد. لما هتكتري اللحمه هتكتري معاها البصل، لان البصل بيحلل الاكل جامد جامد جامد. ننزل بقى بالتوابل بسيطه قوي، توابل اللحمه عشان ما تضيعيش طعم اللحمه نفسها. اللحمه ما تحبش توابل كتير معاها. اللورة والملح والحبهان وفلفل اسمر، بس مش اكتر من كده، ولا بقى 7 بهارات، ولا توم باودر، ولا بصل باودر، ولا الحاجات دي خالص خالص. هما دول بس حلوين قوي. فاطمه عايزه تتكلم، انا سامعكم صوتها الاول. يلا تيما قولي لهم. السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل ايه؟ لا مش هنعمل ايه، قولي لهم لو عجبكم الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تعملوش. ما تعملوش ولا اعملوا. اعملوا لايك واشتراك. شطوره. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك زي ما فاطمه قالت لكم. انا بقى اتكلمت انا وفاطمه ونسينا الخطوات ايه بتاع اللحمه. بعد ما حطينا التوابل هنسيب اللحمه بشويه ميه صغيرين، شقشاق ميه كده، ونغطي عليها كويس عشان ونهدي النار عشان تستوي كويس. وبعد ما تستوي هننزل عليها بالفلفل الالوان والفلفل الاخضر والفلفل الحامي زي ما انت عاوزه بس. ونسيبها بقى لما تستوي خالص خالص خالص. ونعمل بقى في الوقت ده ايه؟ الرز اللي احنا شايفينه ده قدامنا، معلقه سمنه وشويه زيت، ونقلب الشعريه ونطش الرز عليهم. رز عادي بقى، ما فيهوش اي مشاكل، بسيط. ونقلب طبعا. اهم حاجه في الرز ان انت تقلبيه كويس ويتحمص كويس معاكي، وتنزلي عليه بالميه. وفي ناس بتحب الشوربه، بس انا بصراحه ما بحبش الشوربه دي. كفايه او ميه وملح. الرز ما بتحطلوش اكتر من كده، هو ميه وملح، حاجه بسيطه. اللحمه كده استوت. هنقدم بقى يا جماعه. الرز اهو جميل قدامكم، وننزل عليهم باللحمه والخضار، وتاكلي الرز بالصوص بقى اللي نازل من اللحمه. حاجه عظمه خالص، جميل قوي قوي قوي. بصوا بقى يا جماعه، احنا هنلف وندور ونعرف رزات كتيره قوي، بس نلف وندور برضو وتلاقي ان الرز المصري بتاعنا احلى نوع بيتعمل في الرز، يعني احلى حاجه. سبحان الله، رغم بساطته مفيش توابل ومفيش الوش ده خالص، بس تلاقي احلى نوع رز بيتاكل وبيمشي مع اكل كتير. سواء طبيخ، سواء اكل زي كده. تلاقيه ماشي مع كذا نوع يعني. بس كده خلصنا وقدمنا. وانا عايزه اعرف رايكم في التعليقات. لو عجبكم الفيديو برضو ما تعملوش